سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن من سيدنا عيسى وأحسن من سيدنا موسى وأحسن من سيدنا إبراهيم. اوعى تقول كده، كل ده كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يعني اللي يقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم افضل من النبي السابق عليه يونس بن متى فهو كذاب وما قالش الصدق، لان ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش كده، ولا نبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده في حديث. وفي الحديث ده نهى تفضيل الانبياء على بعضهم على بعض، لان ربنا سبحانه وتعالى بعت كل رسول، كل نبي برسالة ونزل على قوم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين، وربنا سبحانه وتعالى ما قالش عليه أفضل من الأنبياء اللي بعده، ولا اتذكر ده في كتاب ولا في سنة ولا في أي حاجة، بل بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن كده. كل رسول وليه رسالة ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مكلفه بيها، وإن هو ينزل يبلغ بيها زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين، ومفيش نبي من بعده، مفيش رسول من بعده. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام وصدق. انما نزل في التوراة قبل كده في سيدنا عيسى ان ربنا سبحانه وتعالى هيجي مننا نبي اسمه أحمد، ورسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في رسول جه من بعد سيدنا عيسى اسمه أحمد. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده برضه في الكتب اللي كان منزلها. فسبحان الله، ده معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هينزل نبي بعده كان ربنا سبحانه وتعالى نزل ده في القرآن الكريم، انما ربنا سبحانه وتعالى نهى عن كده وقال ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين. يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى صدق، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق. فملناش ان احنا نفضل الانبياء على بعض ونقول ان سيدنا محمد افضل من غيره، لان الانبياء والرسل صلوات الله عليهم ربنا سبحانه وتعالى كان مكلفهم برسالة، وكلهم أدوا الرسالة ونفذوا اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بيه. فاحنا بقى ما نعملش فتنة ولا أي حاجة، إنما نصدق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى ونآمن بيه، ما في شيء زيادة ولا أقل. متحير او متحيرة في اي امر ربنا سبحانه وتعالى نزله، او اي كلام، او اي حد شيخ قال كلمة وشيخ تاني قال كلمة وده بيقول عكس ده، ارجع للقرآن الكريم، لان ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم ده علشان خاطر ان دي رسالة منه لينا، ان احنا نعرف فيها امور ديننا كلنا. ربنا سبحانه وتعالى ما سابش صغيرة ولا كبيرة غير لما قال لنا عليها، غير لما امرنا عليها ونهانا عن الحاجات اللي هو عايز يكلنا عليها. فسبحان الله احنا نمتثل بكلام ربنا سبحانه وتعالى واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكتاب اللي بقرأ منه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الاحاديث الصحيحة والضعيفة وبالاسناد قوي، وده كله كتاب رياض الصالحين. الكتاب ده فيه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تفسيرها، وفيه الراوي بتاعها. كتاب جميل جدا. اعلنوا الطاعات وانشروا اي حاجة تفكر الناس بدينها وتعلمهم دينهم، لان احنا دلوقتي وسيلة التواصل الاجتماعي دي بقى حتى انت بقيت بتتحاسب على كل حاجة انت بتنزلها على صفحتك، سواء خير سواء شر. نزلت اغنية، كل حد يسمع الاغنية دي هتبقى في ميزان ايه؟ في ميزانك برضو. نزلت حديث وحد قرأه، نزلت بس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وناس كتير قالتها عن طريقك، فده كله برضه هيدخل في ميزان حسناتك. فاملوا كتبكم يا جماعة بالحاجة اللي انتوا عايزين، باللي انتوا نفسكم تشوفوه لما تروحوا تقابلوا ربنا سبحانه وتعالى. وانتي راكبة المواصلات كده مثلا، ورايحة مشوار او على سفر، ما تقعديش ساكتة. مثلا انت بتقرأي الورد القرآن في سرك، علي صوتك شوية لعل اللي جنبك يسمع برضه، يطلع تليفونه يقرأ القرآن. ده اعلنوا الطاعات، اعلنوا الحاجات الحلوة والجميلة اللي انتوا بتعملوها، بدل ما فعلا الدنيا كلها بقت منشورة بالاغاني وبالعرية وبالحاجات اللي الواحد بقى بيشوفها والعياذ بالله. يعني عافانا الله واياكم. إيه، بلاش مجاهرة بالمعاصي يا جماعة، بالله عليكم نعلن الطاعات. واي حاجة، اي حد يعرف حديث او اي يشيره وينزله بوست، يكتب اي حاجة على صفحته نفس النظام. عرف الناس فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف الناس فضل ان انت لما تشرب 3 مرات على السنة، عرف الناس على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، على يعني
تعظيم شعائر ربنا سبحانه وتعالى، لان والله في ناس كتيره ما تعرفش، بدليل ان انت لما بيجي يوم العيد ده مثلا تشوف، بتلاقوا ان المساجد عامله ازاي، يوم الجمعه دي بتشوفوا الناس في المساجد عامله ازاي. احنا فينا خير، احنا امه الخير. ربنا سبحانه وتعالى قال فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني احنا أمة خير. ربنا سبحانه وتعالى قال في حقنا كده، احنا جوانا قلب طيب وقلب نضيف. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا سبحان الله، يعني ميزنا عن سائر المخلوقات، فاحنا فعلا فينا خير والله. فبجد في ناس بتبقى مش عارفة، فانت ما تقولش الناس اللي بتعمل كده، يعني ما تشوفش واحدة مثلا مبينة شعرها وتقعد تشتم فيها وتشتم في اهلها وتقول مش عارفة ايه مش عارفة. لا، ممكن تكون ما تعرفش عقوبة الحاجة دي، انت تعرفها بس برضه بطريقة وبصورة غير مباشرة، ما تبقاش مثلا الكلام صعب، لان في ناس بتخلي يعني لما تيجي تنصح حد بتنفره من الشيء ده، تخليه يتضايق. انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ لا، اتكلموا بلين وحسن خلق، لان ربنا سبحانه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه عظيمه جدا، وانك لعلى خلق عظيم. كان اخلاقه يعني اعلى من الخلق العظيم. فاهمين ازاي؟ فسبحان الله ان انت لما تيجي تنصح حد وتعرفه حاجه، تعرفها له بطريقه جميله جدا. يعني حد تعرفي ان لفه الطرحه دي بتبقى جميله عليكي، تعرفي ان انت لما ما تبينيش شعرك كذا كذا هتبقي اجمل، مش عارفه ايه. سبحان الله، هي اي نعم الواحده بتبقى اجمل جدا بشعرها، بس انت مثلا لما تدخلها عن طريق ان انت لما تحافظي على جمالك و... وسترك الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى سامح لك ليه ده، وربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تزيني له وتعملي اللي يحلو ليكي معاه اللي هو جوزك، ده هتاخدي عليه اجر. فننصح ولادنا يا جماعة ونربيهم على نهج رب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلمهم أصول دينهم كويس. وجزاكم الله كل خير. اللهم اخرج من أصلابنا ذرية صالحة تحسن بها عبادك يا رب، اللهم آمين. وجزاكم الله كل خير.